من داخل كاب 28 هوريكم حاجه جميله جدا. مشروع تخرج من جامعه اسمها جون فون يونيفرسيتي في بلد هنغري دي ولا هنغاري، مش عارف اسم البلد دي بصراحه، فاشل جدا في البلدان. العربيه دي عملوها لمجرد ان هي يعني صنعوا عربيه علشان يقولوا ان احنا قدرنا نعمل صفيحه سولار انرجي اللي هي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، فصنع عربيه مخصوص عشان يقول للناس ان دي تمشي دي. فخلونا اقلب الكاميرا وافرجكم على ده مشروع تخرج جامعه. ركز معايا، احنا عندنا في جامعه المنصوره في طالب اخترع عربيه ورق من ورق كرتون، ونزل في الجورنال. المشكله نزل في الجورنال، مش هقدر اقول اسمه عشان ما يرفعش عليا قضيه. فانا هقلب الكاميرا وافرجكم على العربيه واوريكم السنسورز اللي فيها، تفهم احنا فين، تفهم الناس بره بتفكر في ايه واحنا فين دلوقتي من الدنيا عامه. بص اهي العربيه دي هم عملوها في الجامعه حسب كلام الشاب اللي عملها، اللي هو اللي قاعد جوه ده، علشان بس يختبر او يقول ان صفيحه السولار انرجي دي بتمشي العربيه. بتمشيها قد ايه بقى؟ بتمشيها 250 كيلو حضرتك، يعني توديها من القاهره لاسكندريه بدي. واحنا بلداننا ما فيهاش اكتر من الطاقه الشمسيه، بيقول لك ان هي بتشتغل ب 350 بار هيدروجين. يعني تخيل مشروع جامعه وده التقفيل بتاعه، يعني عشان كده يوصل لاكسبو دبي، عشان كده يوصل لاكسبو 28 في دبي. بس دي العربيه وده تصميمها، طبعا حاطط عليها اسم بلده، تمام، وده اسم الجامعه Innovation in a Continuous Journey with No Time Limit. طبعا His Highness شكلها مدعومه من الامارات، بس الفكره ان هي بتشتغل يا اما بالهيدروجين يا اما بالشمس، طاقه مستدامه. فاللي هو عامله ايه؟ عمل عربيه وبالمره دي كاميرا فيها سنسور يجيب لك مين بره. بص كده، استنى ازوم لك هنا، جايب الموشن بتاعتي. بص كده انا برفع ايدي في علامه حمراء كده بتلف بالموشن مع ايدي. ايه ده، انا بوظت عليكم بجد؟ حاضر هطلع حالا. خلاص بقى ما تقعدوش بقى، ما جاتش على الكادر بتاعي، يعني مش هو اللي هيفشلك. انت لو فاشل فانت فاشل لوحدك يا استاذ. رجعت لكم تاني بعد اعداء النجاح. انا عايز بس اقول كلمتين والله. انا اللي غيظني ان المشروع ده جاي من طلاب جامعه، يعني ده طالب في الجامعه بتاعته دعمته لليفل ان هو يعمل عربيه يطلع بيها الامارات في اكسبو 28. اكسبو يا جماعه ده حاجه كبيره جدا، يعني اكسبو ده مؤتمر في بلدان العالم كلها ومؤسسات غير اقليميه ومؤسسات دوليه. فدي جامعه في بلد بره معموله بس علشان اللي هو تعالوا بصوا احنا عملنا ايه. هو ده الدعم. هو انا مشروع التخرج بتاعي انا نفسي ما شفتوش، مش هقول مثلا قرايبي، ما حدش ابويا ما شافوش. هو ده الدعم اللي بيتعمل دلوقتي، ودعم في حاجات معاصره، يعني مش اللي هو تعالى بقى نعمل حاجه اتعملت من 60,000 سنه، لا. يعني بتخيل شكل الطالب وهو داخل مثلا على دكتور الجامعه يقول له يا دكتور انا عندي فكره ان احنا نعمل لوح شمسي يمشي عربيه 250 كيلو. الدكتور ما يقولوش يا ابني روح تنيل عليه، لا، يقول له تعالى دي فكره حلوه تعالى نعملها. انا متخيل ده لو حصل، بس والله العظيم احنا لو حصل عندنا الكلام ده مش عارف ايه اللي هيحصل. مش متخيل، حتى خيالي مش جايب. معلش حاجه تانية بره بقى موضوع العربيه التانية. انا لقيت العربيه دي وانا معدي، الجنط ده يعمل له كام؟ الجنط ده بتمن شقه. دي عربيه دي بتعمل ايه دي؟ ايه علاقتها بالطاقه دي؟ يعني مش انا شاغلني بس الجنط. معلش انا اسف، انا ما تبقوش حد تافه، انا اسف، انا تفهت لكم الفيديو بس ما قدرتش امسك نفسي. انا بعتذر لكم اعتذار شديد، بس انا في حاله انبهار بالجنط. يعني شوف، سبت كل العربيه مش منبهر بيها بس مبهور بالجنط ده بتاع طن كاوتش. يا خبر اسود، مكتوب عليه ايه؟ 40 ارقام منتجه. موبايل كان هيقع ولا همنتجه، والله ما همنتجه. اخر حاجه يا جماعه اللي ورايا دي، ده موتوسيكل للشرطه بيشتغل بالكهرباء 100%، سرعته القصوى 242 وبيشتغل بالكهرباء فقط، بالكهرباء بس، وسرعته 242. حاليا بالذكر ان انا عربيتي لو جابت ال 200 بتكركر. فكره ان حاجه تشتغل بالكهرباء بسرعه 240 دي انا بالنسبه لي ده اعجاز. حبيت احط لكم الجزء ده عشان بس اكسر تفاهه الجزء اللي فات. شكرا لكم، مع السلامه. وليد مصطفى، السلام عليكم.